احنا دلوقتي خلاص حطينا الزيت، حطينا السمنه وقدحناه، وبعد ما قدحناه حطينا البصل وبنقلب البصل، وحطينا حته ليا صغيره كده خالص تدي بس ايه يعني صغنونه خالص تدي بس طعم. بس نخلي بقى البصل يتقدح شويه، وهجيب عليه بعد كده فصين ثوم بس بعد ما يتقدح شويه، يصفر بس يفضل كده يصفر شويه، وبعد كده هجيب عليه ايه فصين ثوم. انا عايزه اقول لكم بقى بعد ما حطيت انا دلوقتي طبعا بعمل كبد وقوانص يعني للناس اللي يعني الحمد لله اللي هم يعني مستوى متوسط او اللي حابب يعني. فانا دلوقتي حطيت البصل، وحطيت معلقه زيت على معلقه سمنه، وهي دلوقتي هحط توم. حطيت التوم هقلبه تقليبتين كده شويه بس هحمره واخليه بس ايه يعني شويه كده هو والبصل لمده دقيقه كده اقل من دقيقه. واحط بقى ايه فلفل. انا بحب الفلفل كتير، بحب الفلفل يكون كتير عشان يبقى سبايسي. بحب الفلفل يكون كتير قوي. بس واقلبه شويه بقى لغايه ما الفلفل يتحمر كده، وبعد كده ايه نبقى نجيب الكبد ونحطها والقوانص ان شاء الله. بس هنحط القوانص الاول لان القوانص بتاخد وقت في السوا. انا كده حمرت البصل خلاص والثوم والفلفل، وهحط بقى القوانص. خلوا بالكم لاحظوا ان انا ما حطيتش الكبده لسه، ها، عشان الكبده بتتعمل بسرعه، انما القوانص بتاخد وقت في السوا شويه. فانا هحمر القوانص. انا كده بحمر القوانص شويه كده، وبعد كده هجيب الكبده عليها. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله خلاص حمرنا القوانص شويه، بعد كده هنحط الكبده. خلاص حطينا الكبده، نقلب بقى شويه، نقلب بقى شويه لحد ما كلهم يتحمروا مع بعض، صح؟ وبعد كده حطينا بقى بعد ما اتحمرت شويه الكبد والقوانص اتحمروا، حطيت فلفل اسود وادي كمون كمان اهو. حطيت كمون وهحط الملح، وبعد كده هجيب بقى الصلصه وخلاص ان شاء الله. وحطيت الملح اهو، ادي الملح. خلاص كده حطينا الملح وحطينا الكمون وحطينا فلفل اسود. توابل بقى، عندك كزبره، عندك اي حاجه ممكن حطينا تحطيها. التوابل كلها حطيناها. احنا كده خلاص حطينا الكبد والقوانص خلاص، وحمرناهم شويه، وحمرنا البصل، وحمرنا الثوم، وحطينا التوابل والفلفل الاسود والكمون والملح وكله. نروح حاطين بقى ايه اخر حاجه الصلصه. الصلصه بس بتدي طعم كده يعني حلو كده للحاجه. اهم حاجه تغسلوا بس الكبد والقوانص، تغسلوهم حته حلوه. حاجه خلوا بالكم وانتوا بتغسلوا الكبد والقوانص، تحطوا الكبد والقوانص تنقعوا في ميه بخل لمده 10 دقايق، وبعد ما تنقعوا في ميه وملح ب10 دقايق تغسلوها آه، حطيتوها في ميه بخل. بعد كده تغسلوها كويس في شويه ملح كده او شويه دقيق وخلاص. بس وحطينا الصلصه كمان اهي، والملح والتوابل حطيناهم كلهم، وحطينا كل حاجه. خلاص هنسيبها بقى تستوي بقى كده ده الفاينل فود، يعني اخر حاجه بقى في الاكله ان هي خلاص كده استوت. هي استوت على التقديم على طول، هنحطها في الاطباق وخلاص كده على طول.